السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. قومي كده بقى واقعدي في المطبخ كده على روقان كده، واعملي كده حاجة حلوة لولادك ولبيتك. حاجة كده ايه تطر على قلبهم في الجو الحر ده. تمام، هاتي 4 بيضات وهاتي رشة من الفانيليا واضربيهم كويس، او بعد كده حطي عليهم كوباية وربع من السكر. وفضلي اضربي اضربي في المضرب بالمضرب او بايدك لغاية لما يفتحي معاكي. هنا ادم ابني قاعد عمال يقول لي هتعملي لي ايه يا ماما؟ هقول لك بعدين. كوبايه لبن، وراح مسك لي هنا كوبايه الزيت، مجهزه كوبايه زيت وكله عايرته بنفس الكوبايه. كوبايه بقى ورق، كوبايه ازاز، المتاح عندك عايري بيها. ومجهزه كمان كوبايتين ونص من الدقيق، ورشه من الملح، وباكو بيكنج باودر. وهاخد الكلام ده كله اقلبه مع بعض كده. ايوه انا بعمل كيكه بالظبط كده. هنا ولادي لقوا الدقيق كله هيطير، فايه بيغطوا عليه يعني. فرحانين بقى، فرحانين في الجو الحر ده، وانا يعني ايه ربنا يستر عليا. فالحمد لله مش هشغل بالكم بقى بولادي والكلام ده. اضربي اضربي كده لغايه لما تاخدوا القوام بتاعها بيبقى خفيف شويه عن الكيك. وحته زبده كده، وامسحي بقى الصينيه او بفرشه، انا بايدي كده على طول. ومسخنه الفرن على 180 درجه، هتاخد بالظبط بالظبط تلت ساعه وهتطلع احلى كيكه. وهنا حطها في صينيه كبيره شويه عشان سمكها مش عالي قوي ومش صغير قوي. تمام بالشكل ده طلعت معايا. واختبرتها طبعا بالخله من كل الجهات. وعندي بقى وهي سخنه كده اسقيها. انا هنا بالظبط سقيتها 4 كوبايات لبن. ممكن كمان انا هنا بنضف كده بقى، انتوا عارفين الرخامه. وده قلقاس، ما تاخدوش في بالكم جنبي، ده قلقاس. هعمل لهم النهارده قلقاس بالشكل ده. الفيديو ده قديم يا جماعة، بس انتوا عارفين ظروفي وظروف تعبي، فالمتاح عندي بقى ارفعه على طول. ودي كده ربع كوباية عندي او 3 كوبايات. وبعد كده جبت بقى ستها جنبي كده تهدى شوية. وجبت كوباية من الكريم شانتيه، ونص كوباية من السكر البودر، او كوباية الا ربع كده، مع رشة من الفانيليا. ومجهزة كوباية لبن او مية المتاح عندك برضو. وهنضرب الكلام ده كله كوباية. انا هنا حطيت بالظبط كوباية كده بالظبط. بس اهم حاجة تكون ساقعة. تمام، لا فيها تلج ام تحطيها في الفريزر. واضربي اضربي 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 لغاية لما يتضاعف حجمه. حلو قوي. والكيكة جنبي مش حطاها في التلاجة ولا اي حاجة. الجو يعني الحمد لله. انا كده بعملها اصلا بالليل مش الصبح. تمام، حلوة قوي، جميلة. اما لو كنت بتعمليها الصبح في الجو الحر ده، في التلاجة على طول عشان ايه الحاجة ما تفصلش منك. وهنا بقول لكم ان الكريم شانتيه ما بيقعش من الطبق وزي الفل. هجيب بقى الكيكة الحلوة، القشطوطة، المزقططة، الدلوعة، اي حاجة يعني. تمام، هجيبها بقى جنبي. وهنا كنت بعمل في القلقاس وقلت ايه اما احطه، شلت حبة على جنب عشان ابني عايز اعمل له حاجة حلوة بيها. فخدت معلقتين كده وحطيت الباقي. وابتديت افردها بظهر المعلقه. اي حاجه بقى، ولادي مستعجلين وانا كنت تعبانه ومش قادره، بس حبيت افرحهم يعني. وحبيت طبعا اقول لكم تشاركوني وافرحكم برضو. تمام، ابتديت اسويها طبعا بظهر المعلقه كده. وجهزت كراميل. تمام، بتحطي كوباية سكر أو نص كوباية سكر على نار عالية لغاية لما نار متوسطة لغاية لما الحروف بتاع السكر تعمل. لو كان كده صورهولكوا وهقول لكم أنا عملته ازاي بالشكل ده كده. وجبت بقى هجيب الكراميل بتاعي. انا هنا مش هكتر الكراميل علشان حسيت ان لو كترت يعني حطيت طبقة كاملة حاسة انها تبقى مسكرة قوي. تمام، لان حطيت في الكوبايات وانا بسقيها حطيت معلقة سكر لكل كوباية. تمام، فابتديت طرح عمر. وفي نفس الوقت الكراميل ما كانش كتير بصراحه، مش هخبي عليكم، كنت تعبانه ومش قادره. بقيت ان انا اعملها اشكال زي الرخام كده، تجزيعة الرخام من كل جهه كده. وحتى عمر بيقول لي ماما شكلها كان جميل والتشكيله بتاعتها كانت حلوه. تمام، اخلطيها مع الكريم شانتيه بالشكل ده كده، هتديكي شكل حلو قوي. والفراغات كده قعدت بقى احلف واستحلف للكوبايه ان هي تنجزني عشان ما اعملش حاجة تانية. وسبتها حوالي بصراحة 10 دقايق في التلاجة. وبعد كده قطعتها بألف هنا وشفا للي أكل. وأتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسونيش في الدعاء.